بسم الله الآب الخالق العاقل الناطق بالكلمة الحي بالروح الإله الواحد آمين. أحبائي وأخوتي الأعزاء، حلقة جديدة من الرد على أسئلة المسلمين على الذين دعونا إلى الإسلام، وهذه الحلقة ستكون عن نبوة محمد. هل محمد نبي أم ليس نبي؟ كما يدعي الإسلام أن محمد هو خاتم الأنبياء، أما نحن فنقول فليس هو نبيا، وإنما هو ملك ارتضاه الله وأوفى به وعده لإبراهيم في إسماعيل. فأما تعظيمكم إياه ولسنا نجادلكم فيه، وليس عندنا فيه إلا تسليمه لك، إذ كنتم أول الناس بقرابتكم وقرابتكم أولى الناس بك، وإنما أنا مناظركم فيما دعوتني إياه من الإقرار بنبوة محمد بأن ذلك حق وواجب. فإن كان ذلك حق وواجب فليس ينبغي لنا ولا لأحد ذي عقل أن يمتنع أو يتمعظ من قبولهم، فإنه لا يمتنع عن الإقرار بالحق إلا ظالم مرتد أو جاهل بمعرفة قدر الحق. إن كان ذلك غير حق فلا ينبغي لك أن تقيم على غير الحق. فنطرح الآن من بيننا العصبية، ولنفحص من أول قصص محمد هذا الذي تدعوني إلى الإقرار له بالنبوة، ونشرحها من أولها إلى آخرها ونختبرها اختبارا شفهيا، فيجب أن يكون البحث عنه بتأني وتواري. كان هذا الرجل يتيما في حجر عمه عبد مناف المعروف بأبي طالب، الذي كفله عند موت أبيه، وكان يعوله ويدافع عنه، وكان يعبد أصنام الآلات والعز مع عمومته أي محمد وأهل بيته بمكة، على ما حكى هو في كتابه وقره على نفسه، حيث قال: ألم يجدك يتيما فآواه، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. سورة الضحى آية 6-8. ثم نشأ في ذلك الأمر حتى صار في خدمة مواشي أو عير لخديجة بنت خويلد، أي كان راعيا لغنمها، يعمل فيها بأجرة ويتردد بها إلى الشام وغيرها، إلى أن كان ما كان من أمره وأمر خديجة وتزوجها للسبب الذي تعرفه. فلما قوته بمالها نازعته نفسها إلى أن يدعي الملك والترأس على عشيرتها وأهل بيتها وبلدها، فلم يتبعه إلا قليل من الناس. فعندما يئس مما ساولت له نفسه ادعى النبوة، أنه رسول مبعوث من رب العالمين. أي حينما كان محمد يريد أن يترأس على عشيرة خديجة زوجته الأولى التي كانت أكبر منه سنا، لم يتبعه الكثير من الناس، لأنهم كانوا يعرفونه من هو وراعي غنم وعبد وليس أكثر. لهذا رفضوه، فقام وادعى النبوة، أي أنه رسول مبعوث من رب العالمين. فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون عاقبته ما هي، ولا يفهمون كيف امتحان النبوة ولا ما يعود عليهم من ضرر منه، إنما هم قوم عرب أصحاب بدو لم يفهموا شروط الرسالة، جهل ولم يعرفوا علامات النبوة كما كانوا اليهود يميزون علامات النبوة، لأنه لم يبعث فيهم نبي قط، حيث كانوا يعبدون الأصنام. وكان ذلك من تعاليم الرجل الملقم الذي سنذكر اسمه وقصته من غير الموضوع في كتابنا، كيف كان سببه. ثم أنه استصحب قوما أصحاب غارات ممن يصيب الطريق على سنة
البلد وعادة أهلها الجارية عندهم إلى هذه الغاية، أي صار صاحبا لقطاعي طرق محمد. فانضم إليه هذا النوع من الرجال وأقبل يبث الطلاع ويدسس العيون ويبعث إلى المواضع التي تأتي منها القوافل إليه من الشام بالتجارات، فيصيبونها أي يقطعونها ويقتلون رجالها قبل وصولها، فيغيرون عليها ويأخذون البعير والتجارات ويقتلون الرجال. والدليل على ذلك أنه خرج في بعض أيامه فرأى جمالا مقبلة من المدينة إلى مكة لأبي جهل بن هاشم، وسمى أعراب هذه البادية ذلك غزوا، إذ خرجت للغارة على السابلة وأصابت الطريق، أي حينما خرج على جمال أبي جهل سموها المسلمين غارة، ولم يسموها قطاعين طرق وقتل وسرقة الأموال وسلب الممتلكات كما هي اليوم في عادة المجاميع الإرهابية. وكان أول خروجه من مكة إلى المدينة بهذا السبب، وهو حينئذ ابن 53 سنة بعدما ادعى ما ادعاه من نبوة بمكة. بقي 13 سنة ومعه من أصحابه 40 رجلا، وقد لقى كل أذى من أهل مكة لأنهم كانوا به عارفين، أي يعرفوا أنه كان عبد ولم يصلح لشيء، فلهذا لم يعطوه ذات الأهمية ليتسلط عليهم، فطردوا لادعاه النبوة. عقد باطلهم لما صح عندهم من ما أصابهم في الطريق، فسار مع أصحابه إلى المدينة، وهو يوم خراب إيباب ليس فيها إلا قوم ضعفاء، أكثر منهم كانوا يهود لا حراك بهم، فكان أول من افتتح به أمره فيه من العدل وأظهر نصفه النبوة وعلامات أنه أخذ المربد الذي للغلامين اليتيمين من بني النجار وجعله مسجدا، أي سرق ممتلكاتهم. ثم إنه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب في 30 راكبا إلى العيص من بلد جهينة يعترض بعير قريش، وقد جاء من الشام، فلقى أبا جهل من بن هشام في 300 رجل من أهل مكة، فافترقوا لأن حمزة كان عنده فقط 30 رجلا، فخاف لقاء أبي جهل وفزع منه، فلم يكن بينهم قتال. فأين شروط النبوة في هذا الموضع من قول الله في التوراة المنزلة عنده لموسى، حيث وعده أن يدخل بني إسرائيل الذين أخرجهم من مصر إلى أرض الجبابرة المسماة أرض الميعاد، وهي أرض فلسطين، وأن الواحد يهزم 1000 والاثنين يهزمون ربوة. كذلك كان فعله على يد إيشع ابن نون المتولي إدخال بني إسرائيل أرض الميعاد ومحاربة أهل فلسطين. فهذا حد ما يطالب به محمد في هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة. إذا كان نبيا لماذا لم يساعده الله حين بعث حمزة لقتال قريش؟ فخاف منه حمزة ورجاله وانسحب. فلنرجع الآن، إذ ليس عندك في هذا جواب، أي ليس عند المسلمين، نحن نقوله في هذا جواب، فنقول إما أن يكون حمزة هذا رسول نبي مبعوث وهو عمه وعن أمره خرج ومعه 30 راكبا، وهو على حق عند نفسه عندما خاف من أبي جهل الكافر المشرك ومعه 300 رجل كافر مشرك عباد أوثان ولم يحاربوا بل سالمه. أو أن يكون هذا خلاف ما تدعي أنت أنه نبي مرسل وأن الملائكة تؤيده وتقاتل دونه كما كانت تقاتل مع إيشع بن نون حينما قاتل أعداء إسرائيل، فإنه رأى ملاكا في زي فارس إيشع بن نون في التوراة، فلم يعرفه إيشع، فسأله أمن أصحابنا أنت أم من أعدائنا؟ فقال له أنا ملاك، أنا رئيس جيوش الرب والآن أقبلت. فخر إيشع بوجهه على
الأرض ساجدا وقال: بماذا يأمر السيد عبده؟ فقال رئيس جيوش الرب: اخلع عليك من قدميك، لأن المكان الذي أنت فيه مكان مقدس. ففعل إيشع ذلك، وهذا مذكور في سفر إيشع الإصحاح 5. ولنذكر أيضا غزوة محمد الثانية، لعلها يكون لك فيها أدنى جواب. وفيها بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب مع 60 مقاتل، ليكون ضعف العدد الأول، لأنه بعث مع حمزة 30 رجل، فبعث مع عبيدة ابن الحارث 60 رجلا، فيقوي قلوبهم إلى باطن بين الأبواء والجحافلة. فلاقى أبا سفيان بنو حرب أبا سفيان في 200 رجل محارب، فكان بينهم من الدماء ما قد علمت. ثم ردعوا، فما رأيت أحدا من الملائكة أعانهم على أمرهم بشيء. وقد شهدت أنت أن جبرائيل كان في صورة رجل راكب رمكة شهباء عليها ثياب خضر، ومحمد خالي من هذا كله. أي حتى في الغزوة الثانية نرى أن فشل عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في الغزوة الثانية، ولا نجد أثر لملائكة تساعدهم أو تحارب عنهم، حتى وأن محمد قد ذكرها أن الملاك كان جالسا على شهبة عليها ثياب خضر. ولا بد لنا من أن نأتيك بالثالثة، لما بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار خارج الجحفة في 20 رجلا، فورد الموضع وقد سبقته بعير قبل ذلك بيوم، ففات أملها ورجع خائبا مع رجاله. أي بعثه لكي يقطع ويسرق هذه البعير أي الجمال، فتخلف ورجع خائبا. فهذه خلاف آيات النبوة وعكس ما فعله نبي الله صموئيل بشاول. ولا أشك في أنك تعرف القصة، فقد قلت أنك عارف بالكتب المنزلة ودارس لها حق دراستها، ذلك أن قيسا أبا شاول ضاعت له أتان، فوجه ابنه شاول طالبا إياها، فذهب شاول إلى صموئيل النبي يسأله، فقال له صموئيل قبل أن يخبره شاول خبر ما جاء لأجله: أما الأتان فرجعت إلى بيت أبيك، وأما أبوك فقد شغله الاهتمام بغيابك عن الأتان، أي شاول الملك. هنا نرى نبوة من قبل أن يخبر شاول لماذا جاء وعن ماذا كان يبحث. أطلعه صموئيل عن الآتان وعن أبوه أنه كان مشغولا يبحث عنه. وهكذا تكون شروط النبوة التي هي علم الغيب والماضي وعلم الغيب المستقبل، فتخبر الأنبياء عنها وتذكر قبل وقوعها، وتعلم حدوثها قبل مجيئها، بما يظهر لهم الروح القدس أي روح الله معطي علم الغيب الذي هو نهاية الدلالات على النبوة. وقد قال المسيح الرب في إنجيله المقدس: ما معناه أن الشهادة العادلة الصادقة هي الكائنة من قبل رجلين عادلين صادقين أو 3 عدول، فتلك واجب قبولها، أي على فم شاهدين أو 3 يتم قبول تلك الشهادة، فتلك واجب قبولها. وقد أنبأناك في فصل كتابنا هذه ب3 شهادات عادلة لك فيها مقنعة. أي هناك هذه الشهادة الثالثة عن محمد أنه بعث أناسا ليقطعوا الطرق ويسلبوا ورجعوا خائبين. فلننظر الآن بعد الغزوات ال3 التي خرج فيها هؤلاء النفر ومن معهم بأمر محمد خائبين، وخرج هو بنفسه مع أصحابه. ودان فوافاه مجيش ابن عمرو الضمري، فلم ينل منه شيئا ورجع صفرا. ثم خرج ثانية إلى البواط، وهي في طريق الشام، في طلب بعير قريش فيها أمية بن خلف الجمحي، ورجع ولم يصنع شيئا. ثم خرج ثالثا إلى أن وصل إلى ينبع في طلب بعير قريش، وأيضا التي هي على طريق الشام، التي كان القتال ببدر بسببها ورجعتها، فرجع صفرا ولم يصنع شيئا. فأنصف وأنت أهل لذلك، إن كان
محمد نبيا كما تدعي أو كما تدعون، فما للأنبياء وشأن الغارات والخروج لقطع الطرق والتعرض لأخذ أمتعة الناس والسلب والقتل؟ وما الذي ترك محمد هذا للصوص وقطاع الطرق بما عمل وارتكب من ظلم الناس؟ فأجبنا أن يكون عندك في هذا جواب واضح. إني أعلم أنه لا جواب عندك ولا عند غيرك من اعتقد مثل اعتقادك. أي بكل وضوح أخوتي الأعزاء أن محمد ليس نبي. ثم لم يزال كذلك إلى أن وجد القوم الذي خرج في طلبهم في ضعف، فاستاق بعيرهم وأخذ تجارتهم وقتل من أمكنه قتله من رجالهم، وأن آفاهم وهم في منع وقوة، وانحاز عنهم وولى هاربا إلى أن مات. فكانت الغزوات التي قام بها بنفسه 26 غزوة، غير السرايا التي كانت تخرج في الليل والسواري الخارجة نهارا والبعوث قاتل منها في 9 غارات، والباقية كان يبعث فيها أصحابه. يعني محمد خرج من هذا نفهم 26 غزوة ما عدا قطاع الطرق الذين يعملون في الليل له وغيرهم. ثم أعجب من هذا في قبح الحدوث والشناعة في الفعل والفضفضة كتوجيه عبد الله ابن روحة لقتل أسير من دارام اليهودي بخيبر، فقتله ليلا ونام على فراشه آمنا مطمئنا، واحتج بأنه كان يهوج الجموع. في أي كتاب قرأت هذا، وأي وحي نزل عليه به، ومن أي حكم حكم على من هجه أن يقتل؟ فقد كان في تأديب هذا الشيخ على ذنبه شيء دون القتل، وخاصة ليلا وهو نائم مطمئنا آمنا على فراشه، بل يؤدب لئلا يعود. فأين قوله أنه بعث رحمة بالناس والرأفة للناس كافة؟ أما إرساله لعبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة وهو بستان ابن عامر معه 12 رجلا من أصحابه ليأتيه بأخبار قريش، فلقوا بعمر بن الحضرمي في بعير قريش وتجارة قد أقبل بها من اليمن، فقتلوا عمرا واستاقوا البعير إلى المدينة. ولما وردوا أخرج عبد الله بن جحش ما أغار عليه هو وأصحابه 5 فدفعوا لمحمد. فهذا لا أقول إنه حلال أو حرام حتى يحكم فيه بالعدل، فقسمهم بين أصحابه وأخذ من 5 قائلا هذا ما آفاه الله على نبيه، فكيف طاب له هذا؟ وبماذا استحال أن يأخذ أموال قوم لم يؤذوه ولم يكونوا بينه وبينهم غل، إنما استضعافهم وكانوا كثيري الأموال. فما هكذا تفعل الأنبياء ولا من يؤمن بالله واليوم الآخر. فأما عن غزوة أحد وما أصيب فيها من كسر رباعيته السفلى اليمنى وشق شفتيه وثلم وجنته وجبهته الذي نال من عتبة بني أبي وقاص، وما علاه من ابن قميء الليثي بالسيف على شقه الأيمن حتى وقاه طلحة بن عبيد الله التيمي بيده فقطعت أصابعه. فهذا خلاف الفعل الذي فعله الرب المخلص العالم. وقد سل بطرس بحضرته على رجل سيفا فضربه على أذنه فاقتلعها، فرد المسيح مخلصنا الأذن إلى موضعها فعادت صحيحة كالأخرى، إلا حيث أصاب يد طلحة ما أصابها وقد وقاه بنفسها. فلماذا لم يدع محمد ربه ليرد يد طلحة إلى ما كانت عليه؟ وأين كانت الملائكة عن معونته ووقيته حين كسرت ثنيته وشقت شفته ودمي وجهه وهو نبي من الأنبياء والصفي من الأصفياء ورسول الإسلام؟ ولم يخلق الله آدم إلا لأجل محمد، وقد كتب اسمه على سردق العرش كما تقولون. أفعال محمد هذه خلاف إلى ما تقولون أنه بعث بالرحمة والرأفة إلى الناس كافة، لأنه كان الرجل الذي لم يكن له فكرة واهتمام إلا في امرأة حسنة يتزوج أو قوم يغير عليهم ويسفك دماءهم ويأخذ أموالهم وينكح نساءهم
ويشهد على نفسه أنه حلل له الطيبات والنساء، وأنه من علاماته النبوة أنه جعل في ظهره من القوة على النكح مقدار قوة 40 رجلا. فهل هذه هي آيات أو معجزات الأنبياء التي لا تكون إلا في مثله، أي في مثل محمد؟ فأما ما كان بينه وبين زينب بن جحش امرأة زيد فإني أكره ذكر الشيء منها إجلالا لقدر كلامي هذا عن ذكرها. فلما قضى زيد منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذ قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا، ما كان على محمد من حرج فيها، فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سورة الأحزاب الآية 73. وكذلك هانته مع عائشة وما كان من أمرها مع صفوان ابن المعطل السلمي في رجوعهم من غزوة المصطلق بتخلفه عن العسكر معه، قدومه بها من الغد نحو الظهيرة راكب على راحلته يقودها، أي عائشة كانت مع صفوان ابن المعطل السلمي، وحين رجوعها أتت على ظهر راحلته وهو يقوده. وما قذفها به عبد الله ابن أبي بن سلول وحسن بن ثابت ومصطح بن أثاث ابن خالد أبي بكر وزيد بن رافع وحمنة بنت جحش أخت زينب، وتبليغ علي بن أبي طالب إليه كلام المتكلمين وعيب العائبين قائلا: يا رسول الله، لم يذق الله عليك والنساء سواها كثيرا. فلم يلتفت محمد إلى ذلك كله لشدة إعجابه بها، لأنه لم يكن في من نكح من نسائه بكر غيرها ولا أحدث سنا، لأنها كانت صغيرة العمر، حتى أنها وقت فاخدها محمد كانت 8 سنوات، فكان لها من قلبه مكان فرضي بما كان من ذلك الأمر كله، أي احتمل حتى لو كانت مع رجل آخر. هذه التي يسمونها عائشة أم المؤمنين، يسميها أهل السنة. فكيف أن تكون أم المؤمنين وهي تعمل بهذه الأعمال النجسة على أساس أنها زوجة نبي الإسلام؟ ثم قال صاحبك بنزول براءتها في سورة النور، أي محمد يظهر براءتها حين أنزل آية في سورة النور. وكانت نساء فيما يظهر 15 حرة وأمتين، أولهما خديجة بنت خويلد، ثم عائشة بنت أبي بكر وهو عبد الله المعروف بعتيق بنت أبي قحفة، وسودة بن زمعة، وحفصة بنت عمر، وهي التي كان بينها وبين عائشة تلك الإهانات العجيبة، وأم سلمة واسمها هند بن أبي أمية، وهي المخدوعة أم الأطفال، يذهب عنها الغيرة عندما امتنعت عليه واحتجت، فضمن لها أنه يكفيها ذلك حتى قبلت، ثم لم يفي لها من ذلك الضمان بحرف واحد، وهي التي على الدنيا والآخرة. وزينب بنت جحش امرأة زيد التي بعث إليها نصيبها من اللحم 3 مرات فردته في وجهه فهجرها وهجر نساءه بسببها، وحلف أنه لا يدخل عليهن شهر فلم يصبر فدخل ل29 يوما. وزينب بنت خزيمة الهلالية، أي محمد حينما غضبت خديجة منه وعد أنه لن يدخل على نسائه لمدة شهر وسيكون معها، فلم يحتمل ذلك فدخل عليهم 29 يوما إلا يوما واحد لم يدخل فيهم أو يدخل عليهم. وزينب بنت خزيمة الهلالية وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجورية بنت الحارث المسطلقية، وصفية اليهودية بنت حية التي علمها أن تفخر على نسائه عندما تعيرهن إياه، تقول: أنا التي هارون أبي وموسى عمي ومحمد زوجي. والكلبية وهي فاطمة بنت الضاحك، وقيل أنها بنت يزيد عمرو الكلبية. وحنة بنت ذو
لحية، وبنت النعمان الكندية التي أنفت منه حين قال لها هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب المليكة نفسها للسوقي، أي لإنسان منحط. ومليكة بنت كعب الليثية ذات الأقاصيص، وماريا أم إبراهيم ابنه، وريحانة بنت الشمعون القرضاوية اليهودية، فهؤلاء نساء اللواتي كن له وأمتان. قال بولس الرسول رسول المسيح مخلص العالم أن المتزوج يهتم في مال العالم ليرضي امرأته، هذا جاء في رسالة كورنثيانس الأولى الإصحاح 7، وقوله حق. قال المسيح لا يقدر أحد أن يخدم سيدا، لأنه ما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. إنجيل متى الإصحاح 6. فإذا كان صعبا على الرجل أن يخدم امرأة واحدة ويرضيها ويغضب خالقه، فكيف يكون حال من يريد أن يصرف عنايته إلى رضا 15 امرأة أو أكثر وأمتين، مع ما أنت عارف من شغله من تدبيره الحروب وتوجيهه الطلاع لشن الغارات وقطع الطرق والسلب والقطع والقتل، فمتى يتفرغ للصوم والصلاة والعبادة وجمع الفكر وصرفه إلى أمور الآخرة والروحانيات وما شاكل ذلك من أعمال الأنبياء؟ ولست أشك في أنه لا نبي قبله ابتدع مثل هذا، ولا هو نبي ولن يكون نبي. وليعلم هذا المسلمون هذا هو نبيكم الذي تعتزون به يا أخوتي. نحن هنا لا نشوه سمعة أحد ولا ننزل من قيمة إنسان، ولكن هنا نقرأ من كتبكم وأحاديثكم التي جاءت، ومن قصص التي قام بها نبي الإسلام، نبيكم الذي تعتزون به وتسبحونه وتوقرونه وتعبدونه وتأتون بالآيات من كلامه. فأرجو أن تكون هذه الحلقة معرفة كشف عن حقيقة هذا النبي وهذا الإنسان الذي أنتم مخدوعون به كل هذه السنين. نحن نعلم أن هناك الكثير من المسلمين الذين يريدون أن يكونوا أو يتركوا الإسلام، ولكنهم يخافون من القتل والردة وما وعد بها محمد رسولكم. ولكن اعرفوا هذه الحقيقة، وأن لا خلاص للذين يتبعون مثل هؤلاء الأنبياء الذين لم يكونوا من الله، بل هم أنبياء العالم من الشيطان إبليس، لأن تعاليمهم وأعمالهم تثبت أنهم لم يكونوا أنبياء الله، ولا الله صدق أعمالهم بآية أو معجزة أو نبوة، لهذا هم ليسوا أنبياء ولن يكونوا، بل هم أنبياء كذبة حللوا كل شيء لأنفسهم وضللوا العالم وفتحوا طريق جهنم للذين يتبعونهم. فأرجو يا أخوتي أن تصلوا وأن تدعوا وأن تطلبوا من الرب خالق السماوات والأرض الله الواحد أن يريكم وأن يفتح عيونكم لتعرفوا الحق وتعلموا من هو النبي الحق الذي جاء ليخلصكم، هو كلمة الله كما سماه محمد الذي تعلمها من الراهب ومن اليهود، إنه كلمة الحق الذي تجسد من أجلكم ليخلصكم، إنه يسوع المسيح. يسوع معناه هو الله المخلص، المسيح الممسوح من الله، المرسل من الله، إنه الله وكلمة الله تجسد من أجلكم ليخلصكم من عبودية الخطيئة والموت والشيطان، لتكون لكم حياة أبدية معه. والرب يبارككم ويجمعنا ويجمع شملنا جميعا في ملكوت الله يوما. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي، والرب يكون معكم، يفتح وينير بصيرتكم. آمين.